موعد وتوقيت والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الترجي الرياضي التونسي والزمالك المصري. يواجه نادي الترجي نظيره نادي الزمالك في الجولة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا 2023، ويتصدر نادي الترجي الرياضي المجموعة ب9 نقاط محققا 3 انتصارات وبفرق 5 نقاط عن ثاني المجموعة، بينما يحتل نادي الزمالك المركز الرابع والأخير في المجموعة بنقطة واحدة بعد تعرضه لهزيمتين وتعادل. ويسعى نادي الترجي الرياضي إلى الفوز بهذه المباراة لكي يضمن مكانه كأول المترشحين في هذه المجموعة، فيما يسعى نادي الزمالك إلى الفوز بهذه المباراة لتجنب الخروج المبكر من هذه البطولة. التشكيلة المتوقعة لنادي الترجي ستكون على النحو التالي: معز بن شريفية في حراسة المرمى، رايد بوشنيبة وياسين مرياح، ومحمد أمين توغاي وأمين بن حميدة في الدفاع. أما في خط الوسط فمن المتوقع أن نجد غيلان الشعلالي ومحمد علي بن رمضان وصابر بوغرين، والثلاثي المتألق في الهجوم حمدي الهوني وأنيس البدري ومحمد علي بن حمودة. أما تشكيل الزمالك فسيكون على النحو التالي: محمد عواد في حراسة المرمى، محمد عبد الشافي ومحمد عبد المجيد ومحمد عبد الغني وحمزة المسلوسي في الدفاع، ونبيل عماد دونجا وعمر السيسي وعمر جابر في ثلاثي الوسط، بالإضافة إلى زيزو وشيغابالا والجزيري في الهجوم. موعد المباراة سيكون يوم الثلاثاء الموافق ل7 مارس 2023 على الساعة 8 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، و9 مساء بتوقيت مصر والسودان، و10 مساء بتوقيت السعودية وقطر. سيتم نقل المباراة على قناة أون تايم سبورتس الأرضية وشبكة قنوات بين سبورتس، وستلعب هذه المباراة على أرضية استاد برج العرب بمصر. اتركوا لنا تعليق فيه توقعاتكم لنتيجة المباراة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل ما هو جديد، وشكرا.